السلام عليكم. انا زعلانه وانا بحكي القصه بتاعت النهارده الصراحه، وزعلانه اكتر ان القصص اللي انا بقراها اليومين دول على الزوجات اكتر من الازواج. تحبوا ان نسمع المثل الاول ولا نشوف الزوجه عملت ايه؟ نشوف الزوجه الاول عملت ايه. كان في زوج وزوجه عايشين حياه هاديه كده ومريحه وجميله. المهم الزوج بره قوي باهله وباهلها، فقال لها ايه رايك لو اروح عند امي او اخواتي ونروح نقضي معاهم وقت ظريف كده؟ ترد الزوجه تقول له لا لا لا، احنا مش فاضيين، الولاد عندهم مذاكره. يقول لها ماشي. طب ايه رايك لو بكره مثلا نعزمهم عندنا؟ تقول ايه ده، انا مش فاضيه، انا تعبانه. يقول لها يا ستي اللي موجود اي حاجه، المهم نشوف اهلي كده واهلي يقعدوا معانا ونتونس ببعض. فردت ببرود كده وقالت له طب خلاص ماشي، ماشي اللي انت عايزه. قال لها بجد؟ قالت له خلاص اللي انت عايزه، بمنتهى البرود. فرح قوي الزوج وجري على التليفون عشان ياكد مع اهله الميعاد، وقال لهم يلا انا مستنيكم بكره ان شاء الله، هنتغدى مع بعض، ناكل لقمه بسيطه كده ونقضي الوقت كله مع بعض، ده هيبقى يوم جميل. كان فرحان جدا وراح الشغل تاني يوم، وجي في اليوم ده بدري اللي هو هيجي فيه المفروض الاهل اللي معزومين. جه الساعه 1 تقريبا. اول ما دخل البيت قال لها ها، انا مش شامم ريحه حاجات حلوه كده من اللي المفروض تعمليها، اكل كده ومشويات وصواني ومش عارف ايه. قالت له ليه؟ قال لها ما انا اهلي جايين، مش المفروض هيتغدوا؟ قالت له ما انا ما طبختش. طب هقول لك على حاجه، هم اهلك مش غرب، ياكلوا اي حاجه. قال لها اي حاجه ايه؟ هو اللي موجود في البيت حتى هيكفي اهلي، هيكفي الناس اللي انا عازمهم؟ بمنتهى البرود. قالت له ما هم مش غرب، ياكلوا اي حاجه او حتى ما ياكلوش، نشرب اي حاجه كده خفيفه ونقضي الوقت وخلاص، انا مش فاضيه. زعل قوي الزوج وقال لها طب خلاص انا ماشي. قالت له ماشي واهلك؟ قال لها لا، قبليهم انت. قالت له طب خلاص اعتذر لهم، ما هم مش غرب، اعتذر لهم وقول لهم حصل اي حاجه عشان ما يجوش. قال لها لا انا مش هعتذر لحد وانا ماشي وبقى قبليهم انت. قالت له خلاص هقابلهم انا، ايه المشكله؟ زعل قوي الزوج ومشي. قالت له طب هقول لك على حاجه، طب ما تعتذر لهم، ما هم اهلي هم مش غرب، اعتذر لهم، ما هم لو غرب هقول لك تتكسف منهم، لكن دول مش غرب. قال لها لا انا لا هعتذر ولا هقابل. ومشوا سوا. مفيش نص ساعه والباب خبط. لقيت مين على الباب؟ باباها ومامتها واخواتها. قالت ايه ده، ايه اللي جابكم؟ قالوا لها ايه اللي جابنا ازاي؟ زوجك امبارح عزمنا وقال ان انت النهارده عامله لنا وليمه واكله حلو قوي، ده احنا هنقضي كمان يوم جميل، ده كان مبسوط قوي وهو بيتكلم. قالت له زوجي انا اتصل بيكوا وقال لكم كده؟ ده المفروض نتصل باهله. فباباها قال لها لا، اتصل بينا احنا. اتصلت بيه. قالت له انت ازاي ما تقوليش ان انت عازم بابايا ومامتي واخواتي، مش باباك ومامتك واخواتك؟ قال لها وايه الفرق؟ كل واحد، اهلي ولا اهلك واحد. واحد ازاي؟ طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ مفيش اكل في البيت. قال لها لا، ما هو مش غرب، هما مش غرب، ياكلوا اي حاجه. قالت له ماشي لو في اي حاجه في البيت، لكن مفيش اي حاجه في البيت. قال لها لا، ما هو اللي موجود هيكفي. نفس الكلام اللي هي قالته له قاله لها في التليفون، بس بحسره والم. عارفين المثل اللي ينطبق على قصه النهارده ايه؟ من حفر حفره لاخيه وقع فيه. ليه كده يا بنت الحلال؟ ما هو اهلك واهله واحد، ايه المشكله شويه اكل كده على قدك من غير ما تتعبي نفسك حتى، ما هم برضو مش غرب، ليه تعملي كده؟ للاسف انا زعلانه قوي وانا بقول كده، كنت اتمنى بصراحه انها تنصفنا. بس ان شاء الله مش ده السواد الاعظم، دي كده حاجات خارجه عن القاعده. احنا معظمنا ستات عربيات اصيلات، بنحب دايما نتقابل مع اهلنا واهل جوزنا، ما احنا كلنا اهل. اتمنى قصه النهارده تكونوا سمعتوها بس ما عجبتكوش. السلام عليكم.